في قلب اسطنبول وبين آلاف الكتب سألنا سؤالا واحدا: لو رجعنا للقرآن كالمصدر الرئيسي للتشريع والإله مشاكلنا كلها تتحل. ماذا لو عدنا جميعا إلى القرآن؟ القرآن هو رسالة حقيقية، هي رسالة عادلة. ثوان قليلة أمام الكاميرا، لكن الإجابات كانت صادمة في وضوحها. نرجع لربنا، العدل الحقيقي هو الذي نزل علينا. أصوات مختلفة، جنسيات وتجارب مختلفة، لكن الرسالة واحدة. إنما السلام البشري ناقص. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. القرآن هو الطريق، ليس مجرد كتاب على الرفوف، بل نور يقرأ ويفهم ويعاش. إن العودة للقرآن هي اللي هتحل النزاعات اللي موجودة في العالم. نعم. دلوقتي أنا مع محمد من رام الله، أرض الأجداد وأرض البطولات، أولى القبلتين. محمد والنهارده أنت بتتكلم عن الفرق ما بين سلام البشر والسلام الإلهي البشر. أنت شايف لون أعلى؟ عدل السلام الإلهي، يعني عدل الرحمن ربي يشمل كل شيء. وما العدل الإلهي هو راح يشمل كل شيء، وراح يكون أعدل وأرحم من عدل البشر. ليه؟ لأن الإله هو اللي خلقنا، هو اللي بيعرف فيه، هو اللي يعني هو اللي وضع نظام متكامل للسلام والتعادل والرحمة. قصدك؟ نعم. قصدك في القرآن وضع نظام سلام عادل لا يجور فيه الإنسان على أخيه الإنسان، ووضع ميثاق غليظ لحقوق الإنسان أقوى من حقوق الإنسان بتاع الأمم المتحدة والبشر في صحيح. طب أنت شايف إن لما حضرنا القرآن وتركنا القرآن ونشينا ورا النظريات في الفلسفية كلام البشر، إيه اللي حصل؟ تراجعت إنسانيتنا وتراجعت الرحمة بيننا والمودة بيننا. طب أنت شايف إحنا عشان نحقق العدل على الأرض إيه المطلوب مننا كبشر؟ المطلوب الأول إنه نرجع لربنا تمام ونطبق أحكامه، نفهم أحكامه، ثم ننشئ الكتاب. يعني أنت عايز تقول قدرنا للقرآن سبب المشاكل والصراعات والحروب الداخلية. صحيح. بعدين لو رجعنا للقرآن كالمصدر الرئيسي للتشريع والإله مشاكلنا كلها تتحل. صح. بس نرجع له بعمق وصدق. القرآن الكريم بجميع المخطوطات بتقابلنا مع الأخ الأستاذ عمر. الأستاذ عمر، أنت بتعرف القرآن، عايز توصل رسالة إيه للعرب والقرآن؟ الله يبارك فيكم. القرآن هو رسالة حقيقية، هي رسالة عادلة، هو العدل في الدنيا. عودة الشريعة إلى الكتب هي عودة الحق وعودة العدل. أنت قصدك الناس ترجع للقرآن وما تردوش القرآن عشان لو طبقنا القرآن صح كل الصراعات اللي في العالم ده تنتهي. يبقى السلام الإلهي أفضل من السلام البشري. أنت إيه رأيك؟ تمام صحيح. العدل الحقيقي هو الذي نزل علينا. طب إحنا بقى مبادئنا مؤسسة رسالة السلام، أول مبدأ عندنا إنها بتقيم القرآن منهج وشريعة أصلية لها، وبتقول إن الناس لما بتقرأ القرآن بتتعرض للمشاكل وبتحقد على بعضها وبتغنى لبعضها. أنت رأيك في مؤسسة رسالة السلام بالمبدأ اللي قلت لك عليه؟ صحيح ما شاء الله، خصوصا كمان بالحديث اللي ذكر عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. متشكر. سلام الإلهي. السلام الإلهي مكتوب في القرآن، وهذا صحيح. يعني في كل مكان أو كل مواضيع أو كل عن الرحمة. السلام الإلهي سلام رحمة رحمة وكله يعني عدل. عدل. إنما السلام البشري ناقص. سلام مصالح لا يكمل أو يكمله قرآن. أنت في بنجلاديش بتعيش نفس التجربة على حدود معاك صراعات
ايوه انت بتتمنى ان يكون في السلام الالهي، الناس تنتبه للسلام الالهي وما تهجرش القران وترجع للقران. كلام سليم 100%. تمام. يعني انا موافق هذا الكلام. يعني السلام عن طريق القرآن والكلام الإلهي، ايوه. هذا يكون مزبوط. تمام تمام هذا يكون أقوى. تمام تمام. اذا انت متفق معايا تماما ان العوده للقران هي اللي هتحل النزاعات اللي موجوده في العالم. نعم. نعم نعم نعم. حياك الله. الله يحييك. وده فرصة طيبة حبيبي. شكرا فرصة طيبة. شكرا شكرا شكرا. هنا من معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي. لم تكن هذه مجرد كلمات أمام الكاميرا، كانت صرخة من القلب. عودوا إلى القرآن، فربما يكون ما نبحث عنه في كل مكان بين أيدينا منذ البداية.